لو هتتعلم انجليزي بقالك فتره ومستواك واقف زي ما هو، فده غالبا بسبب الفلوينسي. الفلوينسي هو الجزء الوحيد اللي اغلبنا مش بيركز فيه خالص، مع انك لو ركزت فيه مشاكلك هتتحل. الفلوينسي لها اكتر من طريقه واكتر من باب، وفي الفيديو اللي فات اتكلمنا عن السبيكنج ريت. النيتيف بيتكلم كام كلمه في الدقيقه، وقلنا ان هو بيتكلم من 90 ل 150 كلمه في الدقيقه، وازاي توصل للريتم ده. هتلاقي كل حاجه في الفيديو اللي فات. ودلوقتي هنتكلم عن الفيديو النهارده بيكلمك عن ازاي تاكستند الانسر بتاعتك، تطور من اجاباتك، وبدل ما تتكلم دقيقه تتكلم في كلام اكتر بكتير. وده هنوضحه من خلال اكتر من طريقه. رقم واحد، اديني دليل او قول لي موقف حصل فعلا، اللي هو express opinion and give example. فنفترض دلوقتي انت رحت انترفيو والراجل قال لك ايه هي مميزاتك، بدل ما تقول creativity, time management, problem solving وتسكت، فانت تقول له موقف حصل فعلا وكنت فيه كرييتيف وتشرح له ايه اللي حصل بالظبط. فانت كده اتنقلت من انت مجرد قلت له كلمات ان انا كرييتيف وانا جامد جدا، ان انت فعلا شرحت له موقف ووضحت له انت عملت ايه بالظبط. عشان في نقطه مهمه، انت ممكن تكون شخص صادق وفعلا عندك المهارات دي اللي هي problem solving وتايم مانجمنت وكرياتيفيتي، بس غيرك ناس كتيره جدا مجرد بس بتاخد حاجه دي من على النت وتروح ترصها قدام الانترفيو او قدام الاتش ار. بس قشطه، في السبيكينج عموما مش في الانترفيو، لما تقول حاجه قول دليل او موقف حصل فعلا. رقم 2، ما تودنيش البحر وترجعني عطشان، اللي هي تكون on point وتجو in depth. لما حد يسألك حاجة، صاحبك أو أيا يكن، اتكلم في المفيد وقول له اللي هو عايز يعرفه بالظبط، وابعد عن التكرار. جملة تبان سهلة جدا بس للأسف بنقع فيها كتير قوي. بالظبط كده زي ما انت لما تبعت لصاحبك ريكورد دقيقتين وثلاث دقايق بتشرح له حاجة، وفي الآخر تكتشف ان انت ممكن الموضوع ده يخلص كله في 10 ثواني و30 ثانية. تخيل حتى بعد دقيقتين وثلاث دقايق دول يكونوا فارغين ما فيهمش أي معلومات. المشكلة بقى انك هنا بتبين الإنجليزي بتاعك الجامد، نطق بقى وجرامر وكلمات، بس للاسف بتنسى اهم حاجه، بتنسى الكونتنت، المحتوى نفسه والقيمه اللي انت بتوصلها بكلامك. مثال على ده، تخيل تخش مكالمه مع حد لمده ساعه بيقول لك بس انه غير ملايات السرير. فهمتني؟ تعال ناخد مثال تاني. انت بتسال دلوقتي واحد من صحابك بتقول له مين احسن لعيب في العالم، فراح رد عليك وقال لك على فكره الكوره في اوروبا احسن من الكوره في افريقيا، وان الدوري المصري وحش جدا، وان الغرب بيدعموا الفاشل حتى ينجح، والعرب بيحاربوا الناجح حتى يفشل. ايه ده يا عم؟ انا بقول لك من احسن لعيب في العالم، انت ايه اللي دخلتني في الحوارات دي كلها؟ هو المفروض كان يقول لك ان ميسي او كريستيانو او اي حد تاني هم افضل لعيبه في العالم، وبعد كده اتعمق في مواضيع تانية ليها علاقه بالكوره. بس للاسف هو دخل في موضوع الكوره عموما، ما دخلش في الحاجه اللي انت وصلته بيها. من الاخر ما كانش اون بوينت، ما ردش على السؤال اللي انت بتجاوب عليه. هو رد عن الكوره بس في موضوع تاني بعيد عن اللي انت بتساله عليه. وده وصلنا لرقم 3، ما تتكلمش في موضوع واحد لمده ساعه. connect related topics and points and listing. لو بتتكلم مع واحد صاحبك دلوقتي وتقول له انت عايز تسافر فين، فقال لك باريس علشان برج ايفل، وفضل يكلمك 5 و10 دقايق كاملين عن برج ايفل ازاي جامد جدا وعايز يتصور جنبه، انت مش متخيل بجد الموضوع يبقى ممل ازاي. بتتكلم في نقطه واحده بس لمده 10 دقايق. الافضل لصاحبك انه يكلمك عن اكتر من نقطه، يكلمك عن برج ايفل وعايز يتصور جنبه وبلا بلا بلا وكل حاجه. بعدها بشويه يكلمك عن افضل المطاعم هناك في فرنسا، يكلمك عن عايز يروح يحضر ماتش الباريس سان جيرمان، واكتر من حاجه واكتر من نقطه ويتنقل ما بينهم. الفكره هنا ان في كونكت ريليتد بوينتس، كل البوينتس دي ليها علاقه بحاجه واحده بس، فرنسا، وليها علاقه برضو بالسياحه. فانت بتروح من كل نقطه للنقطه الثانيه وبتتكلم عن كل حاجه شويه صغيرين زي العربي بالظبط. وفي نفس الوقت انت بتعمل ليستنج رقم 1 و2 و3 و4، بتقول انا عايز اروح مكان الفلاني والتاني والتالت والرابع وهكذا. النقطه الثانيه بقى وهي حركه صايعه جدا، connect related topics. طب ايه الفرق ما بينها وبين الثانيه؟ connect related topics انك تنقل من موضوع لموضوع تاني خالص، بس بيكون فيهم علاقه كده او رابط، سويتشايه كده زي ما بيقولوا. تعال ناخد مثال. دلوقتي انت ولد وفي جامعه، تخيل ممكن تعمل سويتشايه ازاي؟ بالظبط، تتكلم عن الجيش. فبدل ما يكون كلامك وانت قاعد مع صاحبك عن الجامعه والامتحانات والدنيا اللي فيها، فبتعمل سويتشايه كده اللي هو الجيش. طب انا اعمل ايه في الجيش؟ طب اخد اعفاء ازاي؟ ومش كده بس، عن الجواز والشغل والاستقرار وكل الحاجات دي. الفكره هنا انك في قاعده واحده بس، سواء مع صاحبك بتتكلم بعربي او بانجليزي، دخلت 4 مواضيع في بعض، هو على الورق مفيش اي علاقه ما بينهم، بس كان في سويتشات ما بينهم تدخلهم في بعض، من الجامعه للشغل، ومن الشغل للجيش، ومن الجيش للجواز. او مش كده قوي. لو بقيت تعمل كده تلاقي نفسك مستريح جدا، عشان الموضوع خرج مجرد بس ان هو انجليزي وبراكتس وعايز اعدي الانترفيو، انك بتعيش التجربه والنقاشات وكلامك الحياه الطبيعيه اكنك بالعربي بالظبط. وفي الاخر عايزك تطبق نقط الفلوينسي دي وتشوف الفرق. ولسه في نقط تانية كتير كمان هنعيشها في فيديوهات جايه ان شاء الله في سلسله الفلوينسي. على فكره الفلوينسي بتدرس وبتخش في المحادثات كمان وعليها فيدباك. وبالمناسبه دي في تاسك النهارده، عايزك تتكلم عن انك عايز تسافر فين وليه والاماكن اللي هتزورها هناك، وانت سافرت قبل كده ولا لا. بس كده، ما تنساش تشترك في القناه عشان تتابع اكتر عن الفلوينسي او سلسله الفلوينسي. هسيب لك لينك كامس تليجرام بتاعت البرونسيشن الفلوينسي مع مصادر تقدر ترجع لها. سلام.